من مسرحية عندما يتكلم الأفنديات للشاعر مختار فودة. الأمثال الشغبية. بيقولوا في أمثالنا الشغبية عاملة ليمونة في بلد قرفانة، وجابوا سيرة البصلة ما ينوبك إلا شم ريحتها، وعالقوطة مجنونة والبلح زغلول حتى في منفاه. آخرتها قالوا الدنيا زي الخيارة. معرفش ليه سيرة الخيار فكرتني بالسلام الاستراتيجي. قلت لنفسي انت غاوي نكش، اعتبرها جزرة وقطمها جحش. باين جات لي هلاوس زي اللي واكل عدس في يوم نحس، بس الفكرة بنت الحرام برضو فضلت ملحة. ليه الخيار بقى استراتيجي؟ ولا هي مصالح بتروح وتيجي؟ وحاولت اقنع شهيتي الشقية انها تاكل سد الحنك، لكن يا مستني السمنة من بطن النملة لا هتقلي ولا هتشوف تقلية. لقيت زعيق وصراخ فيا، انت ما بتحبش خيار الصوب، تبقى اكيد انت عدو وضد التطبيع والديمقراطية. اسودت الدنيا في عيني، قلت يا ناس انا بتاع امثال، انا ماليش في السياسة ولا ليا في شغل الاونطجية. يا ساتر على قلبكوا الاسود، على اكالين الفول والطعمية، ولا زي المثل يا فرخة يا عتقية اللي فيكي تجيبيه فيا. ما احنا عارفين ان الحداية عمرها ما هتحدف كتاكيت، لكن احنا عندنا رجالة صقور ديوك وولاد جنية يخرجوا من راس العش ويعملوا للحداية كمين. وحتى نجه النسر سام عايز يخوف برج الحمام هيلقى الحمام. حتى الزغاليل بقت صيادين ونشنجية. ونرجع لسوق العبور، ونقول الرجالة هي. ما يهمني كلام العزول ده لما ملقاش كلام، قال على الورد يا احمر الخدين. ومهما غنيتوا فقرة لانكوا عايشين بالدين، يا محتلين يا قتالين يا سفاحين. حتى الشيخ منجيش احمد ياسين. يبقى خوفكوا الاكبر مش من القوة، ده رعبكوا الحقيقي من العقلين. يا ما قتلت علماء وفنانين، وذبحت طلبة مدارس وصنايعية، ولو سميتها سمي كتير، صبرة وشتيلة وغزة وما ننسى جنين. يا عالم يا ناس يا هو شعب الزيتون بيذبحوه، وحياة محمد الضرة وابوه وابن عمه وكل اللي خلفوه. اسمعوا صوته بينادي، اسمعوا صوته بينادي يا عرب بلادي حرروه. والظلم بينكم حرموه، والعدل بينكم انشروه. وياكم تزايدوا على بعض احسن ما يبقى سوء عبور. وخلوا بالكم لو سبتوا الطور الابيض يتذبح، هيجي الدور على الاحمر والاسود ما هيفوتوا الدور. دي حلقة ومحبوكة، ده مش كلام فاضي. بيقولوا عاملين ديمقراطية وبيقولوا حقيقية. طيب ليه فيها العذاب والمدعي والجلاد هم القاضي؟ يا عم اسكت بقى، هو انت كتير الكلام كده ليه؟ اجعص منك من زمان وقدر يعمل في المقدر ايه. خليك في سوقك بيع واشتري وشوف واسمع الامثال. اللي تحسبه موسى يطلع فرعون، واللي تخاف منه مفيش احسن منه. شكلك كده مشجبها البر، وهيقولوا ده من المجرمين واللمنجية. وهي لمونة في بلد قرفانة احسن من خيارة في الحتة دي، واخرتها هتنادي بالاقفاص مجنونة يا قوطة وبطاطس بوريه. وبرضو العالم البجحة بتنادي بتنجان قلايط وعالم زايط. قلت اقول حتة كده بالنحوي. قد يبعد القدر عنا المذبحة،
قد تنضج فوق القدور لحوم عقول تم ذبحها، ومنذ الأزل لم يستطع الدخيل بين الأمم هضمها. وهنا تسقط ورقة التوت البري عن عورات تم فتحها، ويمر زمن الأغبياء، ويمر زمن الأغبياء، ففي المحرقة تم حرقها. في مزبلة التاريخ كم من ممالك تم زبلها، وقد يسدل الستار على تلك المهزلة التي تم حبكها، ويخرج الراوي من خلف الستار ليعلن للعالم حقيقة تم وأدها. أنا لن أترك بلادي وحدها، أنا لن أترك بلادي وحدها، وارجع وأقول بالبلد تحيا كل البلاد العربية، وتحيا القتة والخيار، وتحيا كل الأنهار، النيل واللطاني ودجلة والفرات، وذكرى جميلة للي سبقونا للسماوات، ليوسف السباعي واحمد ياسين وكمان تشي جيفارا والكل اللي على ايديهم مات.